الحلم ده عامل زي بتاع الربابيكيا، بيجي يخبط عليك في عز هدوء الليل زي صوت بتاع الربابيكيا. الحلم بيخبط فجأة من غير أي إنذار، زي صوت بتاع الربابيكيا بالظبط لما بيخضنا كده واحنا في نومنا، في عز نومنا. الأحلام اللي بتبقى في العقل الباطن واحنا مخزنينها بيجيلها وقت وبتبقى عايزة تصرخ، عايزة تخرج وعايزة تشوفك بقى، هل انت هترجع تشتريها تاني ولا هتبدأ تتخلص منها ولا هتحققها؟ هو فعلا الوصف ده وصف دقيق جدا، لان بتاع ربابيكيا لما بيجي يخبط كده بتحسي ان انت كأن في حاجه انت مخبياها وعامله لك كركبه وعامله لك ضغط كبير قوي وعايزه تخلصي منها باي ثمن. ساعات بيبقى ضغط جامد قوي او جرح قديم او ذكريات مش لطيفه. انت عارفه العقل الباطن بيخزن الذكريات عندنا بطريقتين. بتبقى ذكريات دلاليه مرتبطه بقى بتواريخ، مرتبطه باحداث اكشولي حصلت، وذكريات انفعاليه بنحس بيها. مش ساعات كده بتحسي فجاه ان انت قمتي من النوم من الحلم ومش فاكره الحلم خالص؟ بيحصل لي كتير مش الموضوع بس ده. فاكره احساس زي ما يكون كده طابق على نفسك، او بتقولي مثلا انا قايمه متضايقه ليه، بتقومي بتفتكري حلم ضايقك بس انت مش فاكره تفاصيله كويس، او احداث انت حصلت لك في عقلك الباطن انت مش فاكراها. خلتك في مود جوه نومك، ده المود ده مش احسن حاجه. احساس يعني مش بعقلك افتكرتي مثلا موقف حصل في السنه اللي فاتت اللي قبلها ضايقك، لا، في احساس معين، خوف، توتر، الم، فقدان حد انت كنتي بتحبيه، فبتقومي من النوم قلبك كده مقبوض شويه. ما بتبقيش عارفه تفسري ده بايه، زي ما يكون في وتر حساس جواكي كده، حد قعد يعزف لحن حزين قوي وانت قمتي عماله تقولي انا حزينه انا تعبانه مش عارفه مالي النهارده، بسبب الاحلام اللي اتكلكعت وحسيتي بيها مشوهه، بس جالك بقى الايه السنس ده. وساعات الحاجه دي بدل ما احنا بناخدها بطريقه سلبيه، يا ريت ان احنا ناخدها بطريقه ايجابيه. ازاي هناخدها بطريقه ايجابيه؟ نحاول ان احنا نتحرر من الالم، نتحرر من او نتعامل مع الضغوطات. نفكر كتير، الاوفر ثينكينج الاوفر ثينكينج فعلا ده نحاول ان احنا نبطله، نحاول ان احنا قبل ما ننام ما نبقاش بنقعد نفكر في الافكار السلبيه، لان الافكار دي بتبقى عامله زي اللوبس في الدماغ. بيفضل الفكره الصغيره الحزينه بالمخ بيكبرها. انت فكرتيني بحاجه بقى باللوبس دي. ايه؟ بالانترلوب. الانترلوب بتاع محمود عبد العزيز. ايوه فيلم محمود عبد العزيز ونور الشريف وحسين فهمي. لما حسين فهمي عمل عمليه لنور الشريف، القرد بيتنطط. واخد جزء من الانترلوب من محمود عبد العزيز لنور الشريف. الانترلوب ده عباره عن لوب بيحرك افكار، دايما اللوب ده شغال طول الوقت، لازم يجيلك وقت وتقطعه، تعمل بريك. بالظبط ده لوب بالظبط. كل اللوبس بقى بتاعت الاحباط، اليأس، الخيانه. خدي بالك برضو ان ساعات الشخص بيبقى فيه فكره شريره في دماغه وبيفضل يحلم بيها كل يوم، والفكره دي هي باينه له انها حلوه بس بتبقى صغيره قد كده. كل يوم لما بيفكر فيها بتبتدي اللوبس تتكرر لحد ما الفكره دي تكون فكره كبيره وتيجي ساعه التنفيذ. لو انا ما عملتش بريك تو ذا لوبس، انا هبتدي انصاع لهذه الافكار المريضه اللي في دماغي، فلازم اقطعها. ومش شرط كمان برضو تبقى افكار مريضه، ممكن حتى لو انت بتفكر في حاجه في مستقبلك، حاجه عايز تنجح فيها. في ناس يا جماعه بتبقى بتوصل لمرحله في التفكير بتقضي عليها نفسيا، بتبقى حاجه مرضيه، بتاثر على صحتها وبتاثر على نفسيه اللي حواليها، من كتر التفكير في بكره، من كتر التفكير في المستقبل. انا عايزه اعمل ده وعايزه اوصل للهدف ده وعايزه اروح لده وعايزه اخلي ابني يعمل كده وعايزه اخلي مش عارفه ايه يعمل كده.
فالموضوع ده بقى بيبقى ستريس جامد على العقل الباطن. طول الوقت اللوبس تخزني دي بقى افكار، شغاله بتفضلي بقى شغاله. تخزني افكار سواء فعلا سلبيه سواء ايجابيه، احنا بنضغط على اعصابنا، بنحرق مظبوط. اعصابنا. طيب ازاي احنا ما نخليش احلامنا احلام صعبه، احلام بتجيب لنا احباط وتوتر، ونحاول نخلي الاحلام بتاعتنا احلام جميله؟ لما يجي لنا اي افكار سلبيه، لان كل حاجه انت بتعمليها النهارده بتبقى ذكريات فعلا. لبكره والبعد والبعده، وبتعمل لنا زي مثلا ميموري كده بتتخزن جوه قلوبنا وبتظهر لنا في الاحلام بعد كده. مظبوط. احنا اول ما نحس باي احساس غريب سواء ايجابي سواء سلبي بس بنفكر فيه بطريقه مش طبيعيه، مرضيه. نعمل اي حاجه تعمل لنا بريك للوب ده. ان شاء الله ننزل 10 ضغط. دي من الحاجات، اي اكشن هيقطع اللوب. أيوة، اي اكشن بسيط. ممكن تلاقي ساعات مثلا تبقي قاعده في امان الله كده، تلاقي جوزك قام مره واحده عمل لكم العشاء. يا سلام، خير يا سي يا السيد. سلام. ده مين اللي امهد عيالها دي؟ مين؟ انت هتعمل العشاء النهارده؟ ايه ده؟ في ايه؟ تلاقيه مثلا عمال يفتح ادراج البيت كله، عمال يظبط في الاوراق ويظبط في الحاجات وبيشيل كل الحاجات اللي انتم محتفظين بيها، اللي هو الاكتناز القهري ده. وتلاقيه غريب في افعاله. ده اكيد بيبقى عنده لوب شغال خافي. خافي حضرتك هنا في الارم خوف، لازم تخافي ولازم تعرفي هو بيعمل الحاجات دي ليه. ممكن يكون بيبريك اللوب ده بالظبط. يعني ما تنتقدهوش، ما تقعديش تقولي مش عوايدك، ما شفناش منك حاجه عادله، بقالك يومين عمال تشخط وتزعق وتكسر. لا، افهمي على فكره دي دلاله، دي علامه. انت بتؤمني بالعلامات؟ فولو ذا ساينز. بالظبط. يعني باولو كويلو قال كان في قصه جميله قوي ليه، زهير، اسمها زهير او زهير، انا قريتها زمان جدا. انت لو تفتكري الكتاب بتاعها شكله انا محتفظه بيه. أيوة. وشايلاه. من ضمن الحاجات اللي كانت مكتوبه في الكتاب ده فولو ذا ساينز. فانت مش اي حاجه تلاقيها غريبه تنتقديها فورا او تشتتك او تدمر لك حياتك. لا، ما تحسيها الاول. حسيها وانت كمان برضو لقيت حاجات غريبه بتحصل، يعني حاول تحسها. افهم ان الشخص ده بيقاوم حاجه جواه، ما يمكن ان هو عايز معانا في حياتنا. عايز يتخلص. مش لازم ان هو انتقده واقول انت غريب قوي انت واقعد ابستف في اللي قدامي من غير ما احس. ساعات في ناس بيبقى في رياكشن ليها انت مش متعود منه على الرياكشن ده، مع ان ممكن تبقوا قاعدين قاعده عاديه خالص، بس لقيته مره واحده رد غريب، قال كلمه غريبه. ده يا جماعه بيبقى شخص بيفكر في شيء بطريقه مرضيه مخلياه مش عارف يقطع التفكير ده، فبالتالي قام جاي ردد عليك الرد ده عشان يخلق لغه حوار بينك وبينه، يفصله تماما مثلا عن التفكير ده او عن الفكره اللي مسيطره على عقله الباطن او على عقله بصفه عامه يعني. على فكره مش كل الأحلام بتبقى كوابيس، دي بتبقى عاملة شبه عملية تنقية كده، فلتريشن كده لروحك. يعني زي كده ما بتفتح الإدراج بتاعتك وتخرج منها الكراكيب، انت بتصفي روحك من الكراكيب اللي جواها، بتعمل جرد لنفسك، جرد من الأحداث الأليمة اللي حصلت لك، اللي دايما بتفكرك. احنا ساعات بيبقى في أحداث بتحصل لنا مثلا من واحنا صغيرين بتأثر علينا لما بنكبر، بتفضل معانا في أحلامنا. فالحلم مش دايما بيبقى كابوس. وحاجة تانية كمان، الحلم ده زي ما يكون آلة تنبيه. ساعات الإنسان بيحلم بحلم متكرر بنفس الفكرة، ولكن الأحداث بتتغير والشخصيات بتتغير. الحلم بيجي علشان يصرخ في وشك وينبهك ويقول لك في مشكلة في حياتك مأثرة عليك، لازم ان انت تواجهها، لازم ان انت تتخلص منها. هو بيديك حقيقة لنفسك محدش تاني هيديها لك. تخيل أحلامك، محدش هيحلم أحلامك، محدش هينبهك زي ما أحلامك بتنبهك وبتفكرك باللي انت لازم تفتكره واللي انت لازم تواجهه. لازم اعرف ان الاحلام هي نعمة من ربنا. صح. مش انا حلمت بكابوس يبقى خلاص انا ربنا ما بيحبنيش، او ليه الكابوس ده جالي في الحلم. زي عندي مثلا ابني الصغير يجي بيقول لي
انا ليه حلمت الحلم الوحش ده؟ ما في احلام بتيجي للاطفال بتبقى صعبه عليهم. هو طبيعه، يعني الحلم بيبقى طبيعه، شويه احداث او بتتكون. ممكن يكونوا شافوا حاجه اثرت. من فيلم، احنا من بنتكلم على العمليه نفسها، بالظبط. العمليه نفسها موجوده. فانا لازم اواجه احلامي، لازم اعرف ان احلامي زي ما تكون كانها الحارس بتاعي اللي بيفكرني دايما بنفسي، حتى لو بيفكرني بألمي لازم اواجه الألم ده، لازم اواجه الألم علشان اعيش، لازم اواجه الألم علشان اعرف ان بكره ممكن يبقى اصعب من النهارده، ما صعبهاش على نفسي لو لقيت مواقف صعبه، لان الحياه محتاجه ايه؟ محتاجه صبر. محتاجه ان انا ما يأسش واضعف كل يوم واسيب نفسي للاوهام والاحلام تأثر عليا وتكسرني وتخليني حزين.